النهارده هنتكلم على مقابلة مع بطل العالم في الاسكواش علي عمر فرج. علي عمر فرج ده لاعب اسكواش مصري من مواليد 1992. حصل على المركز الأول عالميا في الاسكواش سنة 2022. بعيد عن تفاصيل حياته، عملوا مقابلة شخصية مع علي عمر فرج وسألوه عدة أسئلة. كل سؤال من الأسئلة اللي سألوها لازم نتعلم منها حاجة مهمة جدا جدا جدا. وليكن السؤال الأول، وقبل ما أقول السؤال الأول لازم نعرف هو دخل إزاي، يعني دخل الاسكواش إزاي. أولا أخوه كان لاعب وبطل اسكواش كبير. هو لما طلع كان عايز يلعب رياضة تانية خالص. أهله رفضوا وقالوا له أنت لازم تلعب اسكواش. فهو اضطر في الأول إن هو يوافق. بعد كده حب اللعبة وكمل فيها وبقى بطل عالمي. هنا لو جينا فكرنا بطريقة سلبية هنقول إن الأب والأم فرضوا عليه رياضة، وده ما ينفعش. لازم كل واحد يختار هو الرياضة المناسبة. طب لو فكرنا بطريقة إيجابية، هو وصل إن هو أصبح مشهور، صح؟ بقى بطل العالم، صح؟ بقى العالم كله محتاجه أو عارفه، نتيجة إن أبوه وأمه أجبروه إن هو يخش رياضة. ولو كانوا سمعوا كلامه كان هيخش رياضة يبقى لاعب عادي، مش معروف، مش مشهور وي. فالفضل للي وصل فيه هو الأب والأم. ساعات أبوك وأمك بيفرضوا عليك حاجة وأنت بتبقى متضايق ومخنوق ومش مقتنع وبتاكل في نفسك، ليه يفرضوا عليا كذا، أنا عايزة كذا. في الآخر لما تكبر في السنين بتعرف إن هم اللي صح وأنت اللي غلط، وهم عملوا كل ده عشان مصلحتك. فأول سؤال سألوه لعلي في المقابلة، قالوا له ما الطريقة الذي سلكته لتصبح بطل العالم في الاسكواش؟ هو جاوب بكل صراحة. قال السؤال ده المفروض يتسأل فيه والدي أبويا وأمي مش أنا، لأن هم اللي تعبوا وخلوني أخش التجربة وبذلوا من الوقت والجهد الكتير جدا عشان ألعب اللعبة وأتمكن منها وأحبها وأوصل للمستوى اللي أنا فيه، رغم إن أنا كنت وأنا صغير مش عارفها ومش عايزها. السؤال الثاني، والسؤال بيعلمنا حاجات كتيرة قوي، كيف تتعامل مع الخسارة؟ أبوه وأمه علموه حاجة جميلة قوي. إيه الفرق بين المكسب والخسارة والتقصير في العمل؟ لأن الرياضة دي تعتبر في الأول وفي الآخر عمل أنت بتعمل بيه شغلتك، لما تكبر تبقى شغلتك، زي لعيبة الكورة حاليا. لما كان بيخسر وهو صغير وهو عمل اللي عليه بيقولوا له انت ما كنتش موفق النهارده. يبقى لازم اعرف الفرق بين المكسب والهزيمة والتوفيق وعدم التوفيق. هو عمل اللي عليه كده، هو كسب بس ما كانش موفق النهارده. وكان لما ما بيعملش عليه او ما بيعملش دوره صح او ما بيعملش اللي عليه صح، كانوا بيقولوا له انت لست على ما يرام، انت خسرت النهارده، انك انت مش كويس النهارده. فلازم اعمل اللي عليا حتى لما اخسر. انا عملت اللي عليا وكده انا كسبت، بس مفيش توفيق. لكن لو ما عملتش اللي عليا انا النهارده ما كنتش على ما يرام، كنت وحش. وقال لك ان الدور دوت لازم تقوم بيه الوالدين وبعد كده الزوجه. فهو اتجوز من لاعيبه سكواش برضه وبتعمل معاه نفس الكلام، لعيبه اسمها نور. طيب السؤال اللي بعد كده، ايه الفوائد اللي ممكن الانسان يخرج بيها من الرياضه؟ الرياضه يا جماعه عباره عن دنيا صغيره بيحصل فيها كل حاجه بتحصل في الدنيا الكبيره. انت بتتعرف على ناس في الرياضه، تكسب تخسر، بيقابلك مشاكل، بيقابلك صعوبات، بيقابلك ناس بتأذيك، وناس بتساعدك، وناس بتفرحك، وناس بتحزنك.
اي حاجه بتحصل في الرياضه هي بتحصل في الدنيا. هي الرياضه عباره عن دنيا صغيره بتعدك وتهيئك وترتبك انك ازاي تعيش في الدنيا الكبيره، لان الدنيا الكبيره مليانه مشاكل. فانت لما تمارس رياضه وانت صغير وبتمر فيها بكل المواقف الحياتيه اللي في الرياضه، لما تكبر تخش الدنيا هتلاقي فيها نفس المواقف. فتعتبر الرياضه دنيا صغيره اللي بيحصل في الدنيا الايه؟ الكبيره. في مبادئ بتتعلمها في الرياضه بتفيدك في الدنيا الكبيره. في قوانين بتلتزم بيها هتفيدك في الدنيا الكبيره. في اخلاق ومبادئ لازم تتعلمها في الرياضه عشان تتعلمها في الدنيا الكبيره. السؤال اللي بعد كده كان عن الروح الرياضيه. الروح الرياضيه انت ما تقدرش تقول ليها تعريف محدد، ده موضوع كبير جدا. لكن انت لازم تفهم ان الرياضه وسيله وليست غايه. يعني احنا بنمارس رياضه عشان احنا نستفيد، عشان احنا نتعلم. مش بنمارس الرياضه عشان نكسب ونخسر والرياضه وخلاص. في حاجات تانية هي وسيله عشان تكون انسان. الرياضه بتساعدك عشان تكون شخصيتك. خلي بالك علماء النفس قالوا ان اي انسان بيمارس رياضه وهو صغير شخصيته بتبقى قويه جدا، بيبقى ذو طباع متميزه، ذو اخلاق فريده، عندك خلق فريد. الرياضه بتساعدك على تكوين نفسك، شخصيتك وارائك وافكارك. يبقى احنا بنمارس الرياضه كوسيله وليست غايه، عشان تكون انسان، عشان تنضج نضج صحيح. لكن ممكن من خلال الرياضة توصل لنفسك، تكون بطل من الأبطال، تبقى معروف. بس خلي بالك اوعى تكون بطل على حساب مبادئك وأخلاقك، تأذي اللي قدامك عشان تكسب. اوعى تخسر دينك وأخلاقك وتربيتك عشان رياضة أو عشان مكسب وخسارة. لا، ملهاش لازمة. لازم تعرف ان احنا بنلعب الرياضة عشان نتمتع بحياتنا، عشان نكون شخصيتنا، عشان نحافظ على صحتنا، عشان نتعلم الصبر والمصابرة والأخلاق، مش عشان نكسب ونخسر. هي وسيلة وليست غاية. طيب، من الأسئلة اللي تسألها أيضا الالتزام. هو الرياضة بتعلمنا الالتزام؟ طبعا. ازاي يا مستر بتعلمنا الالتزام؟ انت عندك في المدرسة حوالي من 7 ل 8 ساعات في اليوم دراسة، ومحتاج من 2 ل 3 تدريب. انت كده بتضيع نص اليوم. انت بتقعد 12 ساعة بين التدريب والمواصلات والمدرسة، فاضل لك 12 ساعة هتاخدهم يا اما نوم ومذاكرة. فهو قال جاوب يعني ان احنا ممكن نتنازل شوية عن بعض الحاجات، زي الخروجات، زي مقابلة الأصدقاء، زي الفكرة كلها ان من ضمن المحاور أيضا أو الأسئلة اللي اتسألته التحديات اللي أنت بتقابلها وأنت بتلعب، وأنت بتمارس اللعبة أو أنت بتتمرن أو أنت عندك بطولات. أنت بتقابل تحديات صعبة جدا، كبيرة جدا. إيه هي التحديات دي؟ أولا أنت ممكن تخش البطولة تغيب فيها عن البلد من 100 يوم و150 يوم، يعني من 3 شهور ل 6 شهور انت غايب عن بلدك، سواء تدريبات، تمارين، معسكر، البطولة نفسها كملت للآخر. كل الكلام ده ممكن يحصل. انت ممكن تقابل ناس مختلفين عنك اختلاف كلي وجزئي في العادات والتقاليد والأخلاق و مضطر ان انت تتقبل وانك تتعامل من غير ما تخليهم او تدي فرصة انك تتأثر بيهم او تتغير بسببهم. لا، انت لازم تحس ان انت تحافظ على عاداتك وتقاليدك، وان الاختلاف ده سنة الحياة. فتحديات كبيرة قوي. انك لما تكسب بطولة وتطلع من الاول دي حاجة سهلة. انك تحافظ على البطولة وتحافظ على المركز الاول ده الاصعب. زي بالظبط انت كطالب تطلع من الاوائل حاجة سهلة، تحافظ على ده الاصعب. تطلع الاول
وصلت للقمة انك تحافظ عليه، ده اصبح مستحيل او صعب جدا، او محتاج مجهود رهيب عشان توصل لده. فمحتاج انك تبقى عندك تحديات كبيرة جدا. من الاسئلة والمحاور اللي بتسألها ايضا الخطط بتاعته والاهداف اللي هو فكر فيها. قال لك هو بيحاول ان يحافظ على التصنيف، لانك وصلت للقمة. انك تحافظ على القمة دي حاجة صعبة جدا جدا جدا، وعشان كده بيحاول يجتهد اكتر ويعمل اكتر ويحسن من نفسه اكتر عشان يحافظ على مستواه. اخر سؤال سألوه ويعتبر بالنسبة لي هو السؤال الاهم: ايه الرسالة اللي انت توجهها للجيل الصاعد؟ قال لهم كلام جميل قوي عاجبني انا شخصيا، انك لازم تمارس رياضة. في الاول هتلاقي ان الموضوع صعب، وهتلاقي انك بتقابل صعوبات كتيرة جدا، وهتقابل ان انت في كل وقت عايز كفاية كده، ابطل، طب ده عندي مدارس، طب اقف وادي في الاجازة، طب الاجازة انا مسافر مصيف ادي في الدراسة، وتقعد تدي لنفسك مبررات واعذار لغاية ما تسيب الرياضة نهائي. فهو بيقول لك حاول على قد ما تقدر تستحمل الصعوبات دي وتستمر في الرياضة وما تسيبهاش، لان النتيجة في الاخر هتبهرك. خلي بالك، بص على اي 2 كبار في سن واحد بيمارس الرياضة واحد ما بيمارسش الرياضة، هتعرف ميزة الرياضة. لان ميزة ممارسة الرياضة والاستمرار عليها انت مش هتعرفها غير لما تكبر، او تشوف 2 كبار في السن، واحد بيمارس رياضة واحد ما بيمارسش رياضة. ساعتها هتفهم انت ليه شخص مختلف. فالرياضة بتجعلك انت شخص مختلف، متعدد الأخلاق والمواهب، متعدد وقوي جسمانيا وصحيا ونفسيا. فيجب على كل إنسان إن هو يمارس الرياضة ويخليها وسيلة وليست غاية. هنتعلم من ده كله حاجات كتيرة جدا من الحوار بتاعه، هنلخصها دلوقتي مع بعض في هيئة نقط. يلا بينا.